وصفتنا لليوم سلطة الأفوكادو. خلطة جديدة ومكونات كتير سهلة وطريقة العمل وطيبة كتير بالصيف وبالشتاء. وممكن إنه نستخدم الصوص لأكتر من نوع من سلطة. خلينا نشوف المكونات وطريقة التحضير. بداية رح أجهز له الخضروات. رح أفرم ضمة من الجرجير، ورح أفرم من الملفوف الأحمر، ممكن إنه نستبدله بالخس الأبيض. أنا استخدمت عندي نص راس من الملفوف الأحمر، راح أفرمه بشكل عشوائي. شو ما كان عندك خضرة متوفرة بالبيت ممكن إنك تحطيها، مثل البروكلي كمان بتطلع كتير طيبة مع الصوص. هلا بعد ما انتهينا من تقطيع الملفوف الأحمر، راح نقطع 3 حبات من الخيار فرم عشوائي. كمان ممكن تقطعيها نص دائرة أو دائرة كاملة. بعد ما فرمت الملفوف والجرجير والخيار، رح أفرم بصلة ناعمة. فرمة البصل كتير ناعمة، وإذا متوفر عندك بصل أخضر ممكن إنك تضيفي عليها بصل الأخضر بدل البصل الناشف. وراح اخد حبتين من البندورة الحمراء، راح اقطعها على شكل مربعات كبيرة، راح اضيفها على السلطة. وراح اضيف عليهم كمان 3 حبات من الجزر المبروش. انا بفضل برش الجزر اكتر من التقطيع. لو بدنا نقطعه بدنا نسلق قبل هيك عشان يكون سهل بالاكل، بس انا عندي برشته حتى المنظر بيكون احلى بالجاط. بعد هيك الخطوة التالية بدنا نحضر كيف نحط طبقات الخضرة عشان نحضر كمان الخطوة الثانية للصوص. بجاط التقديم رح نضيف الجرجير، ورح نضيف عليهم الملفوف الأحمر اللي فرمناه، ورح نضيف عليهم الفليفلة والخيار اللي قطعناه، ورح أضيف عليهم البصل الناعم والبندورة المقطعة، وضفت طبقة الجزر المبروش، وضفت فوق الجزر كوباية من الذرة، وآخر طبقة راح أقطع حبة من الأفوكادو على شكل مربعات صغيرة، راح أضيفهم فوق طبقة السلطة. وهيك الخضرة عندي صارت جاهزة. وبعدين راح نحضر للصوص. بهذه الوصفة راح أستخدم حبتين من الأفوكادو، واحدة للتقطيع فوق السلطة، والحبة الثانية راح أستخدمها للصوص. الأفوكادو لما نضيفه مع السلطة بيعطي طعم كتير طيب. بعد ما ننتهي من تقطيع الأفوكادو راح نحضر للصوص آخر طبقة. تحضير الصوص بنحتاج حبة من الأفوكادو المقشرة والمقطعة، راح أضيفهم بالخلاط لحتى أهرسهم.
وراح أضيف عليهم فنجان من عصير الليمون، وضفت عليهم معلقتين من لبن الرايب أو الزبادي، بالإضافة إلى معلقة صغيرة من الملح، ورشة بسيطة من الفلفل الأسود، تقريبا ربع فنجان من زيت الزيتون. راح أهرسهم بالخلاط، وهيك الصوص صار عندي جاهز. راح أضيف على الصوص سن من الثوم المهروس، ممكن إن نضيفهم بالخلاط. ممكن نحتفظ بالصوص بالثلاجة، عند التقديم بنضيف الصوص فوق السلطة. وهيك وصفتنا لليوم صارت جاهزة. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وصحتين وعافية. معكم هبة من أكلات هبوش.